سلسله الريلمي 11 السنه دي سلسله كبيره جدا فيها 6 اجهزه، ولكن الفيديو ده هيكون مختلف لاني هتكلم عن اقل واعلى جهاز في السلسله دي، الريلمي ال 11 ال 4 جي مقابل الريلمي ال 11 البرو بلس. الجهاز ده تقريبا سعره ضعف الجهاز ده، فخلينا نشوف الفيديو ده هيحصل فيه ايه. عارفك عاوز تعرف الاسعار بتاعت الاجهزه في الاول، فخليني اقول لك ان الريلمي ال 11 ال 4 جي الجهاز ده سعره تقريبا في حدود ال 9000 جنيه، والريلمي ال 11 برو بلس الجهاز ده تقريبا سعره في حدود 17 او 18000 جنيه، فالجهاز ده تقريبا سعره ضعف الجهاز ده. وبسم الله كده اول ما تبص على الاجهزه هتلاقي ان الريلمي ال 11 برو بلس تصميمه مختلف تماما عن الريلمي ال 11 ال 4 جي، تحس كده ان الاجهزه دي مش من نفس السلسله. الريلمي 11 ال 4 جي هتلاقي الزوايا بتاعته حاده والظهر بتاعه فلات، والخامات بتاعته هنا من البلاستيك سواء الظهر او الفريم، ولكن الظهر هنا هتلاقي شكله مميز بالجليتر اللي بيلمع كده اهو، وكمان الانعكاس اللي بيبقى على شكل حرف اس على حسب زاويه الاضاءه. وكمان مش هنقدر ننسى فريم الكاميرات العجيب اللي بارز عن ظهر الجهاز ببروز كبير شويه، وكمان محذوف في ناحيه كده اهو بشكل غريب شويه، محتاج شويه وقت علشان تتعود عليه. في المقابل الريلمي 11 برو بلس الجهاز مبذول فيه جهد كبير جدا في التصميم، بدءا من الظهر اللي مصنوع من الجلد الصناعي طبعا، وكمان الجزء اللي في النص اللي هو تقريبا يعني تحس ان هو شفاف، وتحتيه كده اهو زي تطريز كأنه قماش والخيوط كده داخله في بعض، جزء كده املس، وعلى جنابه هتلاقي فيه خياطه ماشيه على طول الخط ده وبتلف حوالين الفريم بتاع الكاميرات، واللي بدوره اصلا شكله مختلف بالدايره اللي لونها ذهبي اللي موجوده في نص فريم الكاميرات. طبعا ده غير ان ظهر الجهاز واخد كيرف بسيط من على الجوانب، والكيرف ده بيلتقي مع الكيرف بتاع الشاشه لان الشاشه هنا ايدج، والاثنين بيلتقوا مع بعض وبينهم جزء رفيع جدا من الفريم بتاع الجهاز، فبالامانه تصميم الجهاز هنا يكسب وبدون منازع. لكن في المقابل تصميم الجهاز الارخص ال 11 ال 4 جي سمح له بحاجتين زياده، والحاجتين دول هما منفذ ال 3.5 مللي، وكمان ان درج الشريحه بيقدر ياخد خطين وكارت ميموري في نفس الوقت، ولكن الميزتين دول للاسف مش موجودين مع ال 11 برو بلس. ولكن في المقابل ال 11 برو بلس هيعوضك بحاجه تاني، وهو ان الجهاز هنا فيه سيت اب سماعات ستيريو صوتهم عالي وواضح جدا، مش اضخم صوت ممكن تلاقيه في الفئه السعريه دي، ولكن صوتهم كويس جدا، والصوت هنا يعتبر افضل بكتير من السماعه المونو اللي موجوده مع ال 11 ال 4 جي اللي صوتها يعتبر متوسط في مستوى الصوت والجوده، والصراحه صوتها مش افضل حاجه في الفئه السعريه دي. وعلى الرغم من ان الشاشتين اللي موجودين في الجهازين هنا جايين بنفس الدقه الفول اتش دي بلس، وكمان نفس السطوع اللي بيوصل لحد تقريبا 1000 نت، الا ان الشاشه بتاعت ال 11 برو بلس الشاشه هنا ليها احساس مختلف تماما. الحواف بتاعتها تكاد لا تذكر، وكمان الايدج الجانبيه على اليمين وعلى الشمال بتحسسك ان الجهاز ده بتاع فئه سعريه اعلى من اللي هو نازل فيها. طبعا ده غير ان الشاشه هنا تدعم ال 120 هرتز ريفريش ريت، وكمان بتدعم ال اتش دي ار 10 بلس، ودقه الالوان بتاعتها 10 بت، فبتقدر تعرض لحد مليار لون. طبعا ده غير ان حجمها هنا اكبر شويه 6.7 بوصه في مقابل 6.4 بوصه لل 11 ال 4 جي العادي. والكلام ده ممكن يحسسك ان الشاشه بتاعت ال 11 ال 4 جي العادي مش حلوه قوي، ولكن الشاشه هنا لا تزال بتقدم تجربه محترمه جدا. الشاشه ايموليد 90 هرتز وتجربتها محترمه جدا، ولكن اللي انا يعني مضايقني شويه في الشاشه دي هو ان الحافه السفليه بتاعتها هتلاقيها كبيره شويه، وده يعني حتى لما تقارنه بالموبايلات اللي في نفس الفئه السعريه هتحس انها كبيره الى حد ما. ولو بتسال على البصمه هل موجوده في الشاشه او لا، فالجهاز الاعلى ال 11 برو بلس في بصمه في الشاشه، ولكن الجهاز الاقل ال 11 ال 4 جي البصمه مدمجه في زرار الباور نفسه. اما على مستوى الاداء فالفرق هنا مش قليل. وخلينا نبدا الاول بال 11 ال 4 جي. الجهاز ده جاي بمعالج ميديا تك هيليو جي 99 مع 8 جيجا بايت رام من نوع ال بي دي ار 4 اكس، وكمان ذاكره داخليه 256 جيجا جايه من نوع يو اف اس 2.2. والمواصفات دي للجهاز متوسط في الفئه السعريه دي تعتبر مواصفات ممتازه جدا، والتجربه بتاعته هيبقى فيها اقل قدر من التهنيجات والتعليقات. انما ال 11 برو بلس الجهاز ده اداؤه في حته ثانيه خالص. المعالج اللي موجود فيه هو الميديا تك 7050 مع 12 جيجا بايت رام من نوع ال بي دي ار 4 اكس، وكمان الذاكره الداخليه اللي فيه نص تيرا 512 جيجا جايه من نوع يو اف اس 3.1. وعشان تبقى متخيل اداء المعالج ده بيقارن بايه في السناب دراجون، فهو بيقارن بالسناب دراجون 778 جي، فالجهاز هنا بيصنف كمعالج ان هو جهاز من الفئه المتوسطه الى العليا. على اي حال اداء الجهاز كان محترم لابعد الحدود، ما لاحظتش فيه اي تهنيجات او تقطيعات تقريبا، ومع حجم الرام الكبير والذاكره الداخليه الضخمه بسرعتها العاليه، فالجهاز هنا اداؤه صراحه كان يحترم ويعتمد عليه جدا. ويمكن الفضل في ده زي
ما بيرجع للمواصفات هو بيرجع كمان للواجهه بتاعه الجهاز، وصراحه ده شيء مشترك ما بين الجهازين. الواجهه هنا معمول لها اوبتمايز كويس جدا وبتديك اداء محترم سواء على جهاز من فئه اقتصاديه زي ده او حتى على جهاز من فئه متوسطه عليا زي الجهاز ده. لكن الصراحه فرق الاداء الحقيقي بيبان اكتر في تجربه الالعاب. يعني لو خدنا لعبه ببجي كمثال للمقارنه ما بين الجهازين، فاللعبه على ال11 ال 4G اشتغلت على دقه HD وعلى هاي فريم ريت، انما على ال11 برو بلس اللعبه اشتغلت على دقه HDR وعلى الترا فريم ريت. لكن الشيء اللي الجهازين دول بيتساووا فيه تماما هو البطاريه اللي موجوده فيهم، لان البطاريه هنا 5000 ملي امبير في كلا الجهازين، والجهازين هنا يقدروا يقعدوا معاك لحد اخر اليوم من غير ما تبقى شايل الهم ان البطاريه تخلص منك قبل ما اليوم يخلص. فالبطاريه هنا ادائها ممتاز، ولكن لو انت استخدامك خفيف فالريلمي ال11 ال 4G بطبيعه ان مواصفاته اقل، فممكن لو استخدامك خفيف يكمل معاك لحد يومين استخدام. ال11 برو بلس ممكن يوم ونص مثلا. ولكن سرعه الشحن فيه اختلاف كبير ما بين الجهازين. ال11 برو ال 4G جاي بشاحن 67 واط في مقابل ال 100 واط اللي جاي مع ال11 برو بلس. ال 100 واط ده هيشحن لك الجهاز بشكل كامل تقريبا في 35 دقيقه، انما 67 واط ده هيشحن لك الجهاز لحدود ال 50% في ثلث ساعه، وهيشحن لك الجهاز بشكل كامل في حدود تقريبا ساعه الا ربع. خلينا بقى نخش على الكاميرات. ال11 4G جاي باربع كاميرات، بس ثانيه واحده، دول مش اربع كاميرات، هي شكل الدايره بتاعت الكاميرات ان فيها اربعه، ولكن في واحده منهم فلاش، واحده تاني هي مجرد شكل مزيف لكاميرا مش موجوده اصلا. مش هيتبقى لك غير كاميرتين، واحده منهم للعزل 2 ميجا بكسل، فدي مش مهمه، يتبقى لك بس الكاميرا الاساسيه. فريم الكاميرات ده كله الصراحه ما فيهوش غير كاميرا واحده هي اللي انت هتستفيد منها. انما على الجانب الاخر ال11 برو بلس جاي بثلاث كاميرات خلفيه، كاميرا اساسيه وكاميرا للعزل، والكاميرا الثالثه هي الكاميرا الالترا وايد اللي للاسف مش موجوده مع ال11 ال 4G. وخلينا نبدا بالكاميرا الاساسيه على كلا الجهازين. ال11 ال 4G جاي بكاميرا بدقه 108 ميجا بكسل مع فتحه حدث f 1.8 في مقابل 200 ميجا بكسل مع فتحه حدث f 1.7 في ال11 البرو بلس. والكاميرتين ادائهم ممتاز، لكن ال11 برو بلس افضل شويه في التفاصيل والديناميك رينج. وعلى الجانب الاخر ال11 4G هتلاقي الوانه مشبعه شويه عن الطبيعي، يعني تحس كده ان الالوان فاقعه. لكن الفرق بين الكاميرتين بيظهر اكتر بالليل. ال11 برو بلس التفاصيل فيه اوضح ومعالجه الالوان فيه احسن، وكمان النويز هتلاقيها اقل. ومع الوضع الليلي هتلاقي فيه تحسن في كلا الجهازين، ولكن برضه لا يزال ال11 برو بلس هتحس ان الصور بتاعته في الوضع الليلي افضل بكتير. اما الكاميرا الالترا وايد فللاسف مش موجوده الا في ال11 برو بلس، ودي دقتها 8 ميجا بكسل، وده مخلي تفاصيلها الى حد ما على قدها شويه، والديناميك رينج مقبول، ولكن بالليل الصور مش بتبقى افضل حاجه، فانصحك ان انت دايما تشغل الوضع الليلي بالليل. اما الكاميرا السيلفي فالموضوع هنا شبه محسوم لل11 برو بلس. الكاميرا جايه فيه بدقه 32 ميجا بكسل مقابل 16 ميجا بكسل لل11 ال 4G. التفاصيل ومعالجه الالوان ولون البشره والديناميك رينج سواء الصبح او بالليل كله هيكون في صالح ال11 برو بلس، وخصوصا بالليل مع الوضع الليلي هتحس ان الفرق واضح جدا لصالح ال11 برو بلس. اما بخصوص جوده تصوير الفيديو على كلا الجهازين فخلينا نشوف مع بعض. لو هنجرب بقى تصوير الكاميرا السيلفي على الجهازين الاثنين 1080، فمفيش فرق كبير قوي في الدقه، ولكن انا حاسس ان الديناميك رينج افضل مع ال11 برو بلس. الكاميرا بتاعت ال11 برو بلس اوسع شويه زي ما انتم شايفين، انما بتاعت ال11 برو العادي عامله زوم ان شويه. ودي كده تجربه سريعه للفيديو عامل ازاي على الكاميرتين. لو هنجرب تصوير الكاميرا الخلفيه على الجهازين فالريلمي ال11 بيصور 1080 30 فريم في الثانيه، ولكن ال11 برو بلس بيصور 4K لحد 60 فريم في الثانيه. طبعا انا ملاحظ ان التثبيت افضل بكتير مع الريلمي ال11 برو بلس. بالنسبه لتجربه الكاميرات بالليل فانا شايف ان ال11 برو بلس الفيديو بتاعه افتح شويه، وكمان ثابت اكتر من ال11 العادي. وطبعا ال11 برو بلس فيه الكاميرا الالترا وايد الخلفيه، دي للاسف مش موجوده اصلا مع الكاميرا الموجوده في الريلمي ال11 العادي. وطبعا كلا الجهازين هنا بيدعموا ميزه الدول فيديو، فتقدر تصور زي ما انت شايف بالكاميرا الاماميه والخلفيه مع بعض في نفس الوقت. خليني اقول لك على خلاصه تجربه الجهازين دول، وخلينا نبدا الاول بال11 ال 4G. الجهاز ده انا شايفه ان هو مميز في فئته السعريه، خصوصا مع الشاشه والشحن السريع ال 67 واط. وبغض النظر عن تصميم الجهاز وفريم الكاميرات اللي شكله غريب شويه، الا ان كلنا هنتفق ان الجهاز ده بيفتقد للكاميرا الالترا وايد وبيفتقد كمان للسماعات الاستيريو. لكن بقى على الجانب الاخر ال11 برو بلس الجهاز ده بيقدم تجربه محترمه جدا، وحقيقي التصميم بتاعه مبذول فيه مجهود عاده مش بيبذل في الاجهزه من الفئه دي. المجهود ده بيبذل عاده في الاجهزه الاعلى
بتاعه فئه الفلاج شيب. والجهاز على مستوى التجربه في الاداء والكاميرات وكمان سرعه الشحن اللي تقريبا مش موجوده في جهاز تاني في فئته السعريه، فبيقدم تجربه شبه متكامله. ولو حاولت ان انا اطلع عيب في الجهاز، فالعيب الوحيد اللي انا قادر اوصفه بشكل دقيق هو الكاميرا الترا وايد اللي كان المفروض تبقى جودتها ودقتها اعلى من كده شويه، انما بخلاف كده الجهاز تجربته محترمه جدا. وبس كده، دي كانت كل حاجه عن الريلمي ال11 البرو بلس والريلمي ال11 الفور جي، اقل واعلى جهاز في سلسله الريلمي 11 السنه دي. فلو عندك اي سؤال اكتبه في التعليقات، وطبعا ما تنساش لايك وكومنت وشير وسبسكرايب، وهشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب جدا.